ألذ وأحلى كيك جربتها هي كيكة جوز الهند. الطعم بتاعها خطير في منتهى الجمال وسهلة قوي، بتدوب كده في البق، لازم تجربوها. ولو أول مرة بقى بتشوفيني أنا مطبخ يسرا، اعملي لايك وشير واشتراك، ويلا بينا نشوف الوصفة عملناها ازاي. أول حاجة كده في الكبة أو في الخلاط معايا 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. هنا معانا باكو من الفانيليا بطعم البرتقال، عطاها طعم حلو قوي. ومعانا هنا كمان كوب من الحليب بيبقى كده بدرجة حرارة الغرفة برضه أو المطبخ. ومعايا كوباية من السكر، ومعايا كوباية من الزيت، شايلة منها حوالي كده 3 معالق من الزيت، واضربهم كويس جدا لمدة كده 3 دقايق. وبعد كده هنضيف بقى الخليط السائل ده في الطبق كده، وبعد كده هنضيف بقى عليه المواد الجافة. هنا بقى هيبقى معانا كوباية من دقيق السميد بتاع البسبوسة، وكوباية من الدقيق الابيض، واهم حاجة الدقيق الابيض نبقى نخليله. وهنا معانا كوباية من جوز الهند، هنا عطاها تيست كده وطعم حلو قوي جوز الهند، ومعلقة كبيرة من النشا. هنا عطيتها طراوة حلوة، وحطينا باكو من البيكنج باودر. وهبتدي بقى ان انا هقلبها كده، واقلبها في اتجاه واحد. وهنا بقى كانت الكيكه كده جاهزه معانا اهو. الخليط بتاع الكيك هنا كانت كده الكيكه خليط بين البسبوسه كده وطعم الكيكه، طعمها في منتهى الجمال حلوه قوي. جبت هنا بقى صينيه مقاس كده، يعني الصينيه دي كده وسط، دهنتها دهنه حلوه كده بالسمنه، وبطنتها بالدقيق. وبعد كده هنحط كده الخليط بتاع الكيك فيها، وهسويها كده واديها خبطتين حلوين كده زي ما انتم شايفين عشان يطلع منها الهواء. وهكون مجهزه الفرن قبليها ب3 دقايق كده مسخناه، وهحطها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. بتاخد كده لمدة 20 دقيقة، وكل واحد حسب الفرن بتاعه طبعا. وبتبقى اول كده ما تشمي ريحتها بتختبريها، وبعد كده بتطفي عليها والجناب كده تحمر، تطفي عليها وتشغلي عليها الشواية تاخد اللون الجميل ده كده زي ما انتم شايفينها. اول ما طلعت بقى وهي سخنة خرمتها كده زي ما انتم شايفين، وكنت محضرة كده فنجان بتاع الشاي وضفت فيه لبن. واللبن هنا او الحليب بيبقى ساقع، وضفت عليه معلقه كده صغيره من السكر ودوبتها فيه. وبعد كده سقيت بقى الكيك بتاعي كده بيه، ورشه كده محترمه من جوز الهند على الوش. الطعم بتاعها بقى في منتهى الجمال، خطيره. لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها.